قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف ومضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القيامة يوم التقى الجمعان فلا كل شيء أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم بالميعاد وعد ليقضي الله ما كان مكتوبا من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع منامك قليلا ولا وريكهم كثيرا لقد جعلك لا تستمر ولكن الله خلق إنه عليم بذات الصدور إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويعلمكم في أعينهم يرضي الله عما كان تكذبون وإلى الله ترجع آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله بما يعملون وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أعلم ما لا تعلمون أخاف الله والعاقبة إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله بدون جهد ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأخذناهم بما عند الله الذين كفروا ولا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم يعبدون في كل مكة وعمل التقوى إما تخافنهم بالحق فشرد وأطمعنا
من قوم خيانة بغير على سواء لا يلمها أن الذين سبقوا أنهم لا يؤمنون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دون بعد لهم الله لكم ما تنفقون من في سبيل الله والخير جنحوا للسبب من جعلها توكل على الله يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في مغفرة جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بين وزيدك أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا الحمد الذين كفروا بأنهم ولا يغلبون فإن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم يغلبون الفيل بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم كتاب من الله سبق لمن سبق بما أتمنى بالحليم كلوا مما وأنتم على رحمة واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسار اجعل بالله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله رحيم يريد حجابتك وكان من الله عليم حكيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين عليكم رسول الله على قوم بينكم وبينهم ميثاق وثاق بما تمرون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا تمرون فتنة بالأرض وفساد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم يا مشركين واقتلوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم خير وجد الله وأن الله مجزي الكافرين أذانا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين
لكم إن توليتم أنكم غير مسجد الله ومسجد الذين كفروا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم العذاب فأتموا إليهم عذاب إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ من ولو ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وذمة يرضونكم بالخير وتخافوكم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بالمؤمنين ولا ذمة أولئك أمروا شداد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأموالكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وظهروا في دينكم فقاتلوا أئمتكم بأنهم لا أيمان لهم لعلهم يتقون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة وتسامحوا فالله أحق أن تسامحوا إن كنتم مؤمنين. يعذبهم الله يهديكم ويصلح وينصركم عليهم ويثبت صدورهم من مؤمنين. وإذا غلب ويتوب الله من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وكان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والآخرة وهم ظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بشروا ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يستحبكم على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل الذين كفروا أولئك جزاء كافرين يحكم الله من بعد ذلك على من يشاء أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن سمع إلى ذلك فأولئكم الله من فضله شاء الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ينتهي بالحية والسلام وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الذي أرسل رسوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زيادة سلامانهم والله لا يسوى مكانهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم يا رب أرضيكم بالحياة الدنيا يا رب التي فما مضى الحياة الدنيا في الآخرة إلا غير لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل من إليكم ولا تضروا شيئا ولا على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لا يستأذنك الذين عن قليل حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا أعد له عدة